السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أخوكم فيصل العراقي بقناة عراق كلاش. طبعا أعتذر عن الغلطة الطويلة اللي غطيتها. شوية كانت عندي ظروف فما قدرت إنه أنزل فيديوهات بشكل متواصل، وغطيت يعني فترة أعتقد شهر أو أسبوعين، يعني فيديوهات ما قدرت أنزل بشكل متواصل. يعني هالفترة هم إن شاء الله يوم 20 الشهر الجاي أرجع أنزل فيديوهات بشكل متواصل، كل يومين أو 3 أيام أنزل فيديوهات. اليوم عندنا شلون صعدت ماستر. طبعا تقريبا يعني اللعبة ما افتحها هواي، يعني باليوم هجمتين هيجي، بس اليوم يعني شوي دستلها حيل اللعبة، فخليت تصميم حتى أصعد ماستر. يعني تدرون اللي يريد نفط يصعد ماستر، وأكثر شي يعني نفط هناك، لأن البونص زائد النفط اللي موجود، فتلقاه كله مفول هناك، تاخذ نفط براحتك. المهم نشوف أول شي جماعة تاون 9 شلون نصعد ماستر. إذا تريد تصعد بالدفاع، وأنا بشكل كبير يعني صعدت بالدفاع، خليها في تصميم الأخو منين يجي يهجم، ده أكيد يجي يهجم من جهة البيت. اللي أهل تاون 8 وتاون 9 هم أكو بيهم أذكياء الله يخليهم، يجون شفتون من هنا. أهل تاون 10 تكون يعني مشت عليهم السالفة هاي قبل، فيجون يشفتون من هاي الصفحة، ما يجولك من جهة البيت، من جهة المعاكسة. وهسه راح أشوفكم بعض الهجمات حتى تشوفون، وتاي أرجع لكم على هذا أبو 49%. والبيك الزاحف هذا اجا من جهة البيت. طبعا مثل ما تشوفون هجمتين، هذا هاجم ومفلش الفخاخ. ما اقدر اعرض الهجمة لان بس اخر 4 هجمات تقدر تنعرض. فذاب جيشه كله والأمة العربية كلها خطية، وكل شي ما محصل، فقط يعني بزذب بجيشك خلي بلاش، وانطاني 24 كاس. وهذا اجي عن حاضر، لا اكو فخاخ ولا شي، فقط تسلا والامبراج الوزارد والاير ديفنسز. مثل ما تشوفون جذب جيش هنا، من شاف القبور هاي موجودة عرف أكيد إنه أكو يعني هنا أكو تسلات وهاي السوالف، والفخاخ مفلشة. ذلك من جذب جيشه كان مرتاح. طبعا تشوفون ذبان يعني ليفل 5 كلش قوي، فإجا وشفته كله وحط له مسرع، وذب التنين مالته بالدعم، أخذوا التسلات والصفاحيات. فما عندي شي بعد. إذا ذب الملكة والملك يجون قبل على البيت، أخذ البيت بالعافية عليه. 8 كؤوس، يمكن 8 كؤوس أخذها مني، بس أنا قبل ما أخذ 24 كاس، فربحها 16 كاس بهاي الهجمتين. وجه هنا الحبيب، نقصنا 10 كؤوس. طبعا اكو بيهم يعرفون، انا معتمد على اللي ما يعرفون هذا التصميم. يعني يجي خطية يشفت قبل من جهة البيت وينطيني كؤوس، فاكو بيهم يعرفوا لها. هذا اول ما اجي نزل له عملاق، فلشت الجاينت بوم، طلع الدعم مالتي، كان وزرد وتنين. شو قتلهم اول شي هذا خطية. نزل عمالقته ويا الهلالات والوزرد، قتل التنين. طبعا هسه راح يذب الايرثكويك، ما ادري ايش سوى بيه يعني. بلش هاي وابد ما دنا صوبها. تشوفون وزرد دمر البيت تدمير، بالعافية عليك نجمة هاي. طبعا راح يصمتني بالنجمة الثانية، لين يعرف الحيلة هاي مالتي. شو الملكة زحفت بوحدها، لا يم الملك ولا شي، ما ادري ايش عجبني. دائما تحب الملك، دائما وياه، بس هالمرة زحفت. هم فياتهم زاحفين طبعا. ملكة الموارد، الملكة هم على موارد بس بغير صفحة. شوت عنكم، ضلوا هنا بس الكم وزرد وهلالات. هناك راحوا عمالقة ووزرد والملك. شوف ما خطية بوحدة يرجع ويتقدم، يرجع يتقدم. هنا الملكة قاعدة تبلش بهاي وتدمر، يعني صفحة اليسرى، وهذول أخذوا الصفحة اليمنى. طبعا أعتقد هو كان جاي على مود نفط،
ما اعتقد كؤوس لان جيشه يعني دخلة قوية. النفط طبعا ابشركم ما وصل له، يعني مسوي له خوش دفاع شوفت عنكم، ارضي وجوي، والسياج حاول يخلي الجيش يزحف الى غير مناطق. هسه شوف ايش راح يسوي، راح يدمر تقريبا القرية كلها لكن ما يوصل للجهة الوسطى. شوفوا اخر برج ارشر هنا تفلش خارج، وعنده قطعتين جدار هنا الارضي ما يقدر يطب اصلا، يعني مستحيل الا اذا كان طاب من هاي الصفحة الفوق. اذا كان طاب من هاي الصفحة الفوق راح اشوفكم هجوم هسه يخلي الجيش يسحب من الصفحتين اليمنى واليسرى هم كذلك، يعني ما راح يدخل جوا. شوف الوقت مالته بقى 20 ثانية هيوقع يفلش بالجدار. هذا الجدارين عندي ليفل 9 فما قدر اخلص الوقت مالته، وراح عليه نفط. ما اخذ بس اكسير، واعتقد الاكسير يعني هنا مطفع بالماستر والكريستال، فما استفاد شي. هذا هسه اشوفكم هجمة هذا ابو 49%. هذا طبعا الاخو ابو الماكس، شوفوا قريته، توقعت من هجومه انه هذا ما يعرف يهجم. شوفوا قريته ما بس عنده الارشر بربري والعملاق ماكس والويتش، باقي جيش يعني واحد شي يسوي يكفر بيها. المهم اشوفكم هجومه، وما ادري الصراحة شو كان يريده بهذا الهجوم. لا اخذ، لا طب على اكسير ولا طب على نفط ولا طب على كؤوس. شوفوا هجمته، نزل ارشر، نزل فجر سور من الصفحة اليمنى وذبلهم الريج سبيل والنوب. هسوي طبعا حلو بالوزرد تاور ليفل 7 انه الارشر ماكس والارشر ليفل 6 بطقة واحدة يمحيهم معي، مش قد ما كان عددهم راح يصمتهم صمت. وهسه خطير لما يطلع الدعم عليه واكيد زحف على الجدار حتى يطلع يكتله، وهو ما يقدر يكتله يعني الارشر راح يظل ورا الجدار ويظل يفلش بالجدار وهو ما يحبسونه حبس. ونزل من على فوق. طبعا ما ادري ايش كان يسوي بالوول بريكر هو، يعني عنده بربر 23 واحد، ما اعتقد تسوي بيهم ذاك الشغل. طبعا دعم ما تظل نفس ما هو، ظل يحقهم من مكان لمكان الى ان قتلهم كلهم هسه. عفوا شوفت عنكم الدعم على السمامات، الملكة ماتت، جيش مات، خطية كل شي ما حصل بس 172 ألف اكسير، والاكسير اكيد مثل ما قلت سابقا ما يهم. واشكرك حبي لان اعطيتي 28 كاس. هسه نجي لهذا ابو 49% والحظ والبيك الزاحف. شوفوا هجمته، طبعا جيشه مرتب، جيش هذا هم يستخدم بالحرب، و يعني بتيجي بنجمتين وثلاثة، وهو استخدم بهاي الهجمة. يعني خطية، أنا هم حظي هذا جمع لي بهذا الجيش. مثل ما تشوف أول ما نزل عمالقة صحيحة هجمته، سنزل الهلالات عليهم. يعني عندي بس اير ديفنس واحد برا هنا، وعندي هنا اثنين موزعهم جوا يم البيت، واحد بالوسط، فالهلالات ما يحوشهم اي شي. لكن الحكمة من تسوي لك جدارين هنا اكيد وين راح يروحون هما؟ على الدفاع القريب، والدفاع القريب هو هذا اللي بالنص، لكن قطعتين جدار فيروح يفلشوا وين؟ على الصفحتين اليمنى واليسرى. هو الاخوان راح على اليمنى. شوفوا الهلالات طبعا هسه راح نحمس الاير ديفنس تاخذ شغلها، ما تقصر وياهن، والبيكات اكيد زحفوا على البرة، والدعم اجى يقتل عمالقة. شوفت عنكم شوف شو راح اسوي بيهم. الملكة خطية دائما تدرون بيها تحب الجدارية، فزحفت قبل وين على الجدار، استوها يلا فلشت الاير ديفنس. ورا ما فلش يعني حط الهدم ما ادري عليه من يعني، بس هيك خسائر. شو البيك هسه
البيك دائما يعجبني، عوف كل شي خطية ويجي على برا. اوكي انا طبعا قلت من يعني البيك قوية وهاي شغلات هواية يمه، قلت هسه اكيد ياخذ نجمة.